الاريز لما الذكريات تبقى مرصوصة جنب بعض. عمرك فكرت ازاي مخك بيرتب الذكريات؟ عندك مثلا ذكريات المدرسة، ذكريات صحابك، ذكريات الامتحان، هتلاقي كلها مترتبة. عمرك ما هتلاقي ذكرى من 2015 نطة بين ذكريات 2024. لا، هو كل حاجة في مكانها، كل حاجة في اندكس، ومخك بيرجع لها بالرقم حتى لو انت مش واعي. وهو ده نفس المبدأ اللي السي بتشتغل بيه مع الاري. مجموعة حاجات نفس النوع مترتبة جنب بعض، وسهل توصل لأي واحدة منهم بالاندكس بتاعها. تحسوا كده إن هو الرقم القومي للمتغيرات. طيب قبل ما نكتب أي أري عاوزين نسأل نفسنا، إيه النوع اللي أحط فيه العناصر بتاعتي؟ هل هو كاركتر؟ هل هو فلوت؟ هل هو انتجر؟ أيا كان العناصر. قد إيه العناصر بتاعتي؟ حجم ثابت ولا هيتغير؟ عايز أعمل إيه بالأري؟ عايز أطبع، عايز أعد، عايز أبحث عن حاجة، عايز أعدل حاجة. هو الأري بتاعتي هي صندوق من الصناديق المتساوية، كل واحد ليه رقم ثابت اللي هو الاندكس. يعني بدل ما تحفظ كل حاجة في متغير مختلف هتقول له مثلا سكور واحد، سكور اتنين، سكور تلاتة، لا، هنخليها جوه اري هي مترتبة زي رف الكتب. تعالى كده نبص على أول مثال معانا. تمام. أول مثال معانا أنا عايز أخزن 5 أرقام وأطبعهم واحد واحد. طيب هل ينفع أحط كل رقم في متغير لوحده؟ ممكن، بس هتبقى مواسير مش كود يعني. اللي هو مثلا نمبر واحد، نمبر اتنين، هنعد متغيرات كتير جدا. الحل الصح معانا هو نعمل اري واحدة تشيل 5 أرقام واتعامل معاها بإنها رف، وده رقم الرف. تمام. البلان بتاعتي اللي هنشتغل بيها هعرف اري فيها 5 عناصر، هديها قيم ثابتة، هعمل لوب تمشي على الاري من أول اندكس لآخر اندكس. هستخدم النمبر اوف اي كل مرة واطبع القيمة بتاعته، لأن الاي هنا متغير، فبالتالي أنا هقدر أمشي على كل الاندكسات جوه الاري. كل لوب ماشي على الرف من أول خانة لآخر خانة تطبع رقم متناسق اللي هو الرقم اللي هو جوه الأري. تمام. تعالى مثلا نشوف مثال. قلت له أنا عاوز أعمل إيه؟ هعرف أري فيها 5 عناصر. تمام. أنا جيت عرفت الأري هنا فيه 5 عناصر أهو. تمام. طريقة تعريف الأري هنا بديله نوع البيانات اللي هتتحط جوه الأري. تمام. وبين القوسين بديله عدد العناصر اللي هحطها جوه الأري. تمام. سواء هنا الانتجر عاوز احط كاركتر، عاوز احط فلوت، عاوز احط اي حاجه بحطها هنا، بعرفها هنا. تمام. وهنا بحط العناصر بتاعتي. انا هنا حطيت ارقام بانها انتجر. تمام. حطيت لي 5 ارقام اللي احنا اتفقنا عليهم، وجيت عند اللوب اللي هتطبع الارقام دي وقلت له انا هطبع الارقام من اول اندكس 0. خد بالك لان الاري بتعد من اول اندكس 0 لغايه الاندكس الاخير. تمام. هنعد من الاخر، هنعد من الاندكس ماينس 1. تمام. فخلينا في الاول ان احنا بنعد من الاول، هنعد من الاندكس 0. تمام. لغايه الاندكس 4، 0 1 2 3 4. تمام. هنيجي عند الاري، قلت له انتجر اي بيساوي 0، الاي اصغر من 5، اي بلس بلس. وهنا هنفضل نعمل لوب لغايه ما الاي توصل لايه؟ للخمسه. هتيجي عند الخمسه، هل الخمسه اصغر من 5؟ لا، مش اصغر من 5، هي بتساويها بس، فالشرط هنا الكونديشن مش متحقق، فبالتالي هيخرج بره اللوب. تمام. طيب تعالى اول لفه هو هيطبع النمبر في اي. هنا بيقول لك نمبر مودولس دي. تمام. هنا بيطبع له مثلا الرقم الاي هنا ساعتها هتبقى ايه؟ رقم الاي هنا ساعتها هيبقى 0. تمام. وهيجي يطبع رقم الاري هيبقى النمبر اوف ايه 0. الاندكس، الرقم اللي هو موجود في الاندكس 0 هو رقم 10. 0 هتبقى الرقم اوف 0 ده الاندكس 0 هو الرقم 10، وهكذا مع باقي الاري. تمام. لغايه ما يوصل للرقم اللي هو الاندكس رقم 4 اللي هو نمبر اوف 4، هيطبع له اللي هو رقم 50. زي ما تكون ماشي في الاوضه فيها 5 درج، كل درج عليه رقم مثلا، وانت بتفتح في درج درج تشوف هو موجود فيه ايه. ده مثال بسيط جدا يعني. طبعا زي ما احنا شايفين هنا نمبر اوف 0 1 2 3 4، وهنا طبعنا كل رقم بالاندكس بتاعه. تمام. وطلعنا كل اللي موجود جوه. تعالى كده نشوف المثال الثاني بتاعنا. عايز المستخدم يدخل لنا درجات 3 مواد وانا اطبعهم بعد كده، بدل ما اعمل 3 متغيرات واقعد ادور في نفسي، فهو هنعمل اري واحده تخلص الدنيا دي كلها. تمام. انا هشتغل ازاي؟ اعمل اري اسمها السكور وحجمها 3، بما انه هيدخل ايه؟ 3 مواد. هعمل لوب تطلب من المستخدم بتاعنا يدخل كل درجه هو جايبها، اخزن كل درجه في اندكس معين. تمام. اللوب الجديده هي اللي هتطبع بقى القيم. تعالى نشوف المثال. اولا انا قلت له انا هعرف لك السكور بتاعتك فيها 3 عناصر. تمام. عندنا 3 عناصر في الايه؟ في السكور. ازاي بقى استقبلهم من اليوزر؟ اولا بعمل ايه؟ بعمل فور لوب
تمر على كل عنصر جوه الاري تخزن فيه القيمه اللي اليوزر هيدخلها. تمام. جينا عند اول قيمه مثلا من طبعا احنا عارفين الفور لوب بتلف ازاي. تمام. نيجي عند السكور اوف اي اللي هو السكور اوف 0، هنخزن فيها القيمه بتاعت السكور الاول اللي هو اليوزر هيدخلها، وهكذا مع باقي القيم سكور اوف 1 وسكور اوف 2. تمام. تعالى بقى عند الايه، مرحله الطباعه، ازاي هنطبع. لما نيجي نطبع فانا في الاري بتاعتي نفس المثال اللي فات في الطباعه، فبقول له ايه مودولس دي، وبطبع له السكور اوف اي اللي هو موجود جوه الاري. هو يجي يلف على الاري يقول له انت عندك كام عنصر؟ انا عندي 3 عناصر المتخزنين جوه اندكس و0 و1 و2، هطبعهم هما الثلاثه بالترتيب وبعدين انزل سطر جديد عشان يبقى ايه البرنامج بتاعي يبقى تمام. تعالى كده نشوف اللي هيحصل في البرنامج. قال لك اديني السكور اوف 1 دول مثلا 90، والتاني 90 والتالت 90. قال لك ان انت السكور بتاعك هو 90 و90 و90. هنا كل درجه ليها خانه، والخانه ليها اندكس، وانت في دماغك عارف كل واحده راحت فين. زي مثلا جدول الحضور عند الدكتور، كل واحد ليه خانه واللي يتاخر بياخد اكس. طيب تعالى بقى للمثال الثالث. عايز اخزن كلمه ولتكن هيلو. الكلمه دي عباره عن حروف ورا بعض، فطبيعي تبقى في الاري. تمام. طيب هنعمل ايه؟ عاوز اعمل اري نوعها كاركتر، هخزن فيها الحروف واحده واحده، واحط في الاخر باك سلاش 0 عشان اقول للسلسله خلاص خلصت. ولما اجي اطبع هستخدم الايه مودولس اس. تمام. تعالى نشوف المثال بسيط جدا. كاركتر 6 وخزنت جواها الكلمه بتاعتي، وفي الاخر حطيت ايه الباك سلاش 0. تمام. جيت اطبعها قلت له مودولس اس اطبع لي الاري اللي اسمها جريتنج. تمام. كلمه هيلو. تمام. كده ايه البرنامج بتاعي تمام. كل حرف هو بيساوي عنصر، والباك سلاش 0 دي زي النقطه اللي بتقول للجمله بتاعتك خلاص انت خلصت، خلاص الجمله بتاعتي واقفه لغايه هنا. من غيره البرنامج هيقعد يطبع لحد ما يخش على ذكرياتك القديمه. تعالى نعمل بروبلم سولفنج ونفكر فيها ونحلها. اولا المشكله اللي عندي ان انا عاوز المستخدم يدخل 5 ارقام واحسب اكبر رقم فيهم. طيب هنفكر فيها ازاي؟ اولا انا عندي 5 ارقام، 5 ارقام يعني اري، محتاج اعرف اكبر قيمه. افضل طريقه اخلي اول عنصر اكبر رقم مؤقتا. مثلا امشي على باقي العناصر، اي عنصر اكبر فهبدله مع القيمه الجديده. تمام. هنحط كده مايند ست محترم كده، همشي على الاري خطوه خطوه وهبدا اقارن، ولو لقيت حاجه احسن فباخدها. تمام. تعالى كده نحط البلان بتاعتنا اللي احنا هنمشي عليها. اولا انا هستقبل 5 ارقام في الاري، هخلي اول عنصر في الاري اللي هو النمبر اوف 0 الاندكس بتاعه 0 هو الماكسيمم بتاعي، وهبدا الف. لو لقيت ان النمبر اوف اي اللي هو هيبدا يلف على كل العناصر هم اكبر من الماكس اللي هو اكبر من اول عنصر، هحدث قيمه الماكس. لو مش هو يعني لو الشرط ده مش صح، هو افضل الماكسيمم هو اكبر واحد. تمام. لو لا في الاخر هطبع النتيجه بتاعتي. تعالى نشوف الكود بتاعي. اولا زي ما اتفقنا انا هنا عرفت الاري اللي هم فيهم 5 عناصر اللي هو اليوزر هيدخلهم للبرنامج، وعرفت متغير اسمه الماكسيموم علشان ده اللي هشوف فيه اكبر قيمه. تمام. جيت هنا زي ما اتفقنا في الامثله اللي فاتت بستقبل الارقام من اليوزر. تمام. واقول له دخل الارقام بتاعتك واعمل السكان اف مودولس دي والاند النمبر اوف اي اللي هو كل رقم هيتسجل في الاندكس بتاعه اللي هو 0 1 2 3 4. تمام. تعالى بقى نشوف الحته الجديده اللي هي بتاعه ان احنا نجيب اكبر رقم موجود جوه الاري. اولا كده قبل ما ابدا اللوب الجديده اللي هي بتاعه الفايند ماكس ده، هقول له من قبل ما ادخل في اللوب انت الماكسيموم بتاعك هو الرقم الاول في الاري. تمام. هو الرقم نمبر اوف 0. تمام. وليكن مثلا اليوزر دخل 5 و6 و7 و5 تاني و4. تمام. هو اول حاجه هيعملها ان هو يحط رقم 5 ده هو الماكسيمم في المتغير اللي هو اسمه ماكسيمم. تمام. هنيجي عند اللوب بتاعتنا هنبدأ بالرقم 1 لان اصلا واخد الرقم الزيرو او الاندكس 0 ده حاطه في قيمه اللي هي بماكسيمم، فانا مش محتاج اصلا اقارن بيه. تمام. لغايه ما الاري توصل لاخر رقم معانا اللي هو الاندكس 4 واي بلس بلس. تعالى بقى في الشرط بتاعنا قلت له ايه؟ قلت له لو نمبر اوف اي لو مثلا ايه نمبر اوف 1 هنا بقى يبقى ايه نمبر اوف 1 اكبر من الماكسيمم. هل هنا فعلا نمبر اوف 1 اكبر من الماكسيمم؟ صح. يبقى الماكسيمم الجديد بتاعك هو بقى 6. تمام. حدث لي قيمه ايه الماكسيمم. تعالى بقى نلف
لان الاري لسه ما خلصتش. تمام. تعال لما اي تساوي 2 يبقى نمبر اوف 2 هل هي اكبر من الماكسيمم ولا لا؟ هي اكبر فعلا من الماكسيمم. نمبر اوف 2 فيها 7، هتبقى الرقم الجديد بتاعك ايه؟ هو 7. تمام. تعال نلف تاني. بقيت قيمه الاي عندك دلوقتي بقى بتساوي ايه؟ 3. هل النمبر اوف 3 اكبر من الماكسيمم؟ تعال نشوف النمبر اوف 3 هي فيها 5. هل 5 اكبر من 7؟ لا. هي بتنفذ اي حاجه، مش هيحدث قيمه الماكسيمم يعني. تمام. تعالى رقم 4 اللي هو اخر لفه. تمام. الاي بقت ب4 يبقى نمبر اوف 4 هل هي اكبر من الماكسيمم ولا لا؟ مش اكبر من الماكسيمم، اللي هي رقم 4 ده موجوده في الاندكس 4 مش اكبر من السبعه، وبالتالي خلاص كده اللوب خلصت والاف ما نفذتش والماكسيمم كانت اكبر قيمه معانا رقم 7. تعالى بقى ايه؟ نطبع له قيمه الماكسيمم اللي هو البرنت ذا ماكسيمم نمبر، ونقول له اطبع لي المتغير ماكس. تمام. انتر نمبر 1 زي ما احنا اتفقنا على الارقام 5 و6 و7 و5 و4. قال لي الماكسيمم نمبر بتاعك هو ايه؟ 7 زي ما احنا اتفقنا. ايه هديك بروبلم سولفنج تانية انت بقى تحلها مع نفسك. اولا البرنامج هيستقبل 7 ارقام مش 5. المرة دي بقى هيحسب المتوسط بتاعهم، هيحسب الافرج ويطبع الناتج بتاعك. وخد بالك انا عاوز الناتج يطلع بالدقة. تمام. يعني هنستخدم ايه بالظبط؟ هنستخدم فلوت. عموما الاري علمتنا درس ان كل حاجة في مكانها وكل عنصر ليه رقم، ولو لخبطت الترتيب الدنيا بتتبهدل زي الغرفة بالظبط. حط كده كل حاجة في درجها مثلا هتوصل في ثانية. لخبط كده هتقعد ساعتين علشان تدور بس على فردة شراب. البرمجة مش عبارة عن كود، البرمجة هي طريقة تفكير، ولو عرفت تنظم المعلومة زي الاري هتعرف تنظم حياتك برضه. أشوفكم الحلقة الجاية مع شرح السترينج.